ننطلق إلى اللاذقية الحبيبة في الساحل السوري لينضم إلينا أنس العبد الناشط الإعلامي عن اللاذقية وريفها. حياك الله أخي أنس. حياك الله أخي الكريم. أخي أنس العبد، ما هي آخر التطورات والمستجدات لديكم اليوم في اللاذقية وريفها؟ تفضل. نعم أخي الكريم، بداية السلام عليكم وعلى السادة المشاهدين قناة السوري الحر. حياكم. يعني بعد سيطرة الثوار على بلدة كنسبة وشير قبوع وقلع الشلف الاستراتيجية في جبل الأكراد ومناطق أخرى أهمها بلدة كنسبة لكونها حلقة الوصل بين ريف اللاذقية من الغرب وأدلب من الشرق، عادت سلمى إلى الواجهة الآن. هذا الأمر أدى إلى انهيار الساحل، فالثوار الآن على أبواب كسب وسلمى والقرداحة مسقط رأس الأسد. النظام الأسدي المدعوم بالميليشيات العراقية وعصابات صقور الصحراء يحاولون التقدم يوميا إلى بلدة كنسبة وقلعة شلف الاستراتيجية. يعني حقا يتبعون سياسة الأرض المحروقة في جبل الأكراد وجبل التركمان. ليلة أمس قامت عصابات صقور الصحراء بالتقدم نحو تلة الزويقات، لكن تم التصدي لهم من قبل الثوار، وتم تدمير سيارة من نوع بيكاب محملة بالرشاش 14.5 ومقتل سرية كاملة تتكون من ضابط و9 عناصر، بالرغم من أن الطيران الحربي كان مرافق هذه الحملة التي شنتها عصابات صقور الصحراء. واليوم تم أسر عنصر للجيش النصيري من قبل جبهة فتح الشام في محور تل الزويقات في جبل الأكراد بعد محاولة تقدم فاشلة له. وقد قاموا الثوار باستهداف تلة المختار في جبل التركمان بقذائف مدفع 122 وتحقيق إصابات مباشرة، والطيران لا يفارق المناطق هنا لإبعاد الثوار عن الساحل. قبل ساعات من الآن أنا كنت في بلدة كنسبة ورأيت معنويات الثوار. يعني الثوار هنا صامدون بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها، بالرغم من طرق المواصلات. يعني حقا طرق هنا صعبة جدا. الثوار صامدون وباقيون وجاهزون للجزء الثاني من معركة اليرموك. نعم أخي أنس العبد، حقيقة بالنسبة للوضع الإنساني أخي الكريم، فحقيقة يعني هنا بالنسبة للوضع الإنساني في ريف اللاذقية، يعني حقيقة الوضع يفتقر بالنسبة للمخيمات هنا في ريف اللاذقية، يفتقر من مقومات الحياة. فهنا توجد مخيمات يعني لا تتبناها أي جهة داعمة. وهناك توجد مشكلة أخرى للوضع الإنساني هنا، مشكلة الأفران. يعني يوجد في ريف اللاذقية فرنان مغلقتان بشكل كامل بسبب قطع مادة الطحين عن ريف اللاذقية. كان يقطعن هذان الفرنان مناطق الاشتباكات وريف وجبل الأكراد وجبل التركمان، بالإضافة إلى مخيمات النازحين هنا. نعم أنس العبد الناشط الإعلامي عن اللاذقية وريفها. إن شاء الله النصر قاب قوسين أو أدنى، إن شاء الله النصر حليفنا، ونعلم بأن هؤلاء مهما تكالبوا على هذا الشعب الأبيه إنا لا منتصرون. أنس العبد الناشط الإعلامي عن اللاذقية وريفها، لك جزيل الشكر. جزيل الشكر سيدي الكريم. أعزائنا المشاهدين، يعني حقيقة ما يتم الآن من إبادة حقيقية للشعب السوري بكل معاني الكلمة، من استخدام سلاح